مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا يفاجئ رياض محرز ومحارب الصحراء بتصريح مثير بعد الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية والتأهل لدور الربع النهائي. شاهد ماذا قال. لكن قبل أن نبدأ في التفاصيل، وإن كنت محبا لمحاربي الصحراء وتريد أن يفوز المنتخب الجزائري بكأس إفريقيا، اشترك في القناة ليصلكم كل جديد. تأهل منتخب الجزائر إلى ربع نهائي كأس إفريقيا بعد الفوز القاتل على الكونغو الديمقراطية بهدف نظيف في الدقيقة 119 من الأشواط الإضافية في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب مولاي الحسن بالرباط ضمن منافسات دور الثمن النهائي. وسجل هدف الفوز لاعب وسط محاربي الصحراء عادل بولبينا ليقود منتخب بلاده إلى التأهل في واحدة من أقوى مباريات البطولة حتى الآن. شهدت مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية حضوراً لافتاً في المدرجات، يتقدمهم أسطورة الكرة الفرنسية زيدان الذي حرص على التواجد بملعب مولاي الحسن لمساندة محاربي الصحراء إلى جانب المشجع الكونغولي الشهير لومومبا المعروف بتشجيعه المتواصل لمنتخب بلاده. وفي تصريح مقتضب لقناة TNT سبورت، قام مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا بتهنئة رياض محرز ومنتخب الجزائر بهذا الفوز والتأهل المستحق لدور الربع النهائي، وأضاف قائلاً: لقد شاهدت هذه المباراة، لقد كانت مباراة جميلة وقوية، وقد عرف المنتخب الجزائري كيف يجاري هذه المباراة. فمنتخب الجزائر فريق قادر على الظفر بلقب كأس إفريقيا مرة أخرى. إنهم رائعون، ولديهم جمهور عالمي يعشق فريقه ويسانده في كل مكان. هذا وسيواجه منتخب الجزائر منتخب نيجيريا يوم السبت المقبل في قمة كروية مثيرة. إذا كنت تتوقع فوز المنتخب الجزائري بهذه المباراة، اشترك في القناة ليصلك كل جديد.